من إدلب ونستطلع من أحمد آخر ما آلت إليه الأحوال في إدلب. كيف هي الأمور لديك يا أحمد؟ نعم، مظاهرات عديدة في إدلب اليوم تحت جمعة لا إرهاب في سوريا إلا إرهاب الأسد، حيث خرج الأحرار بالرغم من كل القصف الذي تتعرض له قرى وبلدات الريف الإدلبي، فخرجوا في تفتناز وفي سرمين وفي بنش، حيث تعرضوا لقصف من طائرات الميج الحربية في بنش أثناء المظاهرة، أيضا في كفرنبيل وحاس، في قرى جبل الزاوية وبعض قرى جبل الزاوية والتي تعرض لقصف بشكل يومي. خرجوا في الريف الجنوبي والريف الشمالي من قرى ومن محافظة إدلب، مع استمرار القصف المتواصل ولا سيما على بلدة معركة النعمان، حيث تعرض القرية لغارتين من طائرات الميج الحربية والتي قامت بإلقاء أكثر من 7 صواريخ على البلدة، أدت إلى انفجارات كبيرة هزت أرجاء المدينة وأدت إلى سقوط العديد من الجرحى بين المدنيين ممن تبقى من أهالي معركة النعمان. قرى جبل الزاوية والتي تعرض بشكل يومي لأبشع حملة بربرية شرسة لقصف براجمات الصواريخ من عدة مناطق في من حواجز الحامدية ومن حواجز صهيان في حيش، حيث سقط الصواريخ متتالية معدل 7 صواريخ في الدفعة الواحدة على قرى دير سنبل وفركيا وشنان وسرج. والآن وأنا أتحدث إليكم سقط 7 صواريخ الآن على قرية شنان وسرجي، ولا نعلم حتى الآن إن كان هناك إصابات أو كان هناك جرحى في صفوف المدنيين. بلدة البارة أيضا تتعرض بشكل يومي لقصف همجي وبربري براجمات الصواريخ من الحواجز الموجودة في جورين في سهل الغاب، كما تعرض لقصف أيضا من حواجز الحامدي على قرى أرنبة ومعراتة والمناطق المجاورة. في بلدة الرامي أيضا بجبل الزاوية اشتباكات عنيفة بين كتائب الجيش السوري الحر وكتائب الأسد، حيث تقوم كتائب الجيش الحر برد بالتصدي لكتائب الأسد وإطلاق قذائف الهاون والمدفعية على حواجز النظام في قرية الرامي، مع استمرار القصف الهمجي من هذه الحواجز على القرية وقرى وبلدات جبل الزاوية. أريح اليوم مظاهرة حاشدة تبعها إطلاق نار كثيف أدى إلى سقوط عدة شهداء منهم شهيد برصاص قناصة. في إدلب المدينة حركة أمنية غريبة اليوم ومحاصرة للمساجد لمنع خروج المظاهرات. قرى ريف جسر الشغور قصف على بلدة الحمام براجمات الصواريخ وأدى إلى سقوط جرحى وسقوط عدد من الشهداء. سرمين أيضا هي الأخرى خرجت في مظاهرات أدى سقوط شهداء، وهناك أنباء عن 7 شهداء سقطوا في معارك التحرير في ريف حلب وهم من أهالي بلدة سرمين. في بنش أيضا والتي تعرض اليوم لقصف من الطائرات الحربية أثناء مظاهرة، ولكن بحمد الله لم تصب هذه المظاهرة. وكان في منطقة أخرى غير المنطقة التي تعرضت للقصف تفتناز هي الأخرى تعرض لقصف من طائرات المروحية التي قامت بإسقاط العديد من البراميل المتفجرة على البلدة، أدت إلى دمار كبير وانفجارات هائلة في هاي. أوضاع إنسانية مأساوية لا يمكن أن يصورها عقل إنسان. انقطاع كامل للتيار الكهربائي عن قرى وبلدات محافظة إدلب بشكل كامل، انقطاع الخطوط الأرضية والخليوية منذ أشهر وحتى الآن. نعم. مواد المازوت ومواد البنزين أسعار خيالية، لا يمكن لأي إنسان أن يتحمل هذه أعباء مشترياتها. أيضا حالة وخاصة بسيما في هذا الجو البارد والطقس البارد في هذه الأيام انقطاع كامل للمحروقات ولمد المازوت والبنزين عن كل مناطق الريف الإدلبي ومحافظة إدلب ولا سيما قرى جبل الزاوية في ظل برود وطقس قارس يسود المنطقة في هذه الأيام. طيب يعني أحمد قلت أسعار خيالية لا تطاق، نار تكوي. يعني في الواقع نحن نعلم وجميع العالم يعلم ماذا حصل في الصيف، حرق المحاصيل والمزروعات بالصيف، وبالتالي ما حدا استطاع أن يجني أو يحصد، وبالتالي هذه أحد النقاط المأساوية. تعطيل المصالح العامة، تخريب المعامل، مؤسسات أيضا ما عاد في عمل، ما عاد في شغل. السؤال اللي يطرح نفسه من أين يحصل المواطن السوري في إدلب على ثمن لقمة العيش؟ وبدنا نحاول معك الآن نستطلع أسعار بعض المواد الأساسية، ربطة الخبز مثلا، لتر المازوت، لتر البنزين، الحاجات الأساسية. ضعنا بالصورة ومن خلالنا العالم يشاهد ماذا في إدلب لنلقي نظرة على الحالة الإنسانية لديكم. بالنسبة للمحروقات ولا سيما في قرى جبل الزاوية في محافظة إدلب انقطاع كامل للمحروقات. مثلا لتر المازوت بينما كان يباع في الأسواق بعد الثورة ب50 ليرة سورية تقريبا ما يقارب
50 ليرة سورية. الآن لتر المازوت في قرى جبل الزاوية في محافظة إدلب أصبح ب 180 ليرة سورية، وانقطاع أيضا، يعني حتى ب 180 ليرة سورية لا تستطيع الحصول عليه بسهولة. لتر البنزين مثلا بينما كان يباع بمبلغ 60 ليرة سوري، الآن يباع بمبلغ 170 ليرة سوري في قرى جبل الزاوية وفي قرى منزط، وأيضا صعوبة في الوصول إلى لتر المازوت. ربطة الخبز تم تقسيم، اللجان قامت بتقسيم مادة الخبز وسعت إلى تأمين مواد الطحين من تركيا ومن الدول المجاورة لتوفيرها وتأمينها إلى الأفران، ولكن حتى الآن لا تستطيع كفاية هذه الأفران، وتوقفت العديد من الأفران. يحصل المواطن العادي بشكل يومي من مادة الخبز إن حصل عليها في عدة أيام على رغيف ونصف الرغيف بشكل يومي لكل مواطن، رغيف ونصف الرغيف ليوم كامل. على علمك أن الرغيف ونصف الرغيف لا يكفي قوت طفل في يوم كامل. أي مواطن سواء كان صغير وكبير له رغيف ونصف الرغيف بشكل يومي، وهكذا توزع على العائلات. تقوم بعض العائلات ممن كان لديهم مواسم وقد اقتنت مادة القمح الآن بتقديم هذه المواد إلى بعض المطاحن، وبعضها تقوم بطحنها إلى دقيق وتقدمها للأفران حتى نقوم بخبز هذه الأفران وتوزيعها على الأهالي. ولكن هذه المادة قليلة جدا، ولا سيما بعد أن قامت كتائب الأسد أثناء اقتحامها لقرى وبلدات جرجناز والريف الشرقي لمعرفة النعمان فيما سبق بحرق المحاصيل الزراعية، قامت أيضا بحرقها في قرى فريتي وقرى سهل قرى وريف جسر الشغور. نقص كبير في هذه مواد الطحين. تسعى المنظمات والهيئات الإغاثية والجمعيات الخيرية إلى تأمين هذه مواد الطحين من الحدود السورية التركية إلى مطالب المنظمات الإنسانية. الآن وأتكلم إليكم أسمع الآن أصوات القذائف تنهال على قرية شنان. نعم. أكثر من 7 صواريخ الآن سقط على قرية شنان وأنا أتكلم معكم الآن، أسمع الانفجارات الآن. نعم. نتابع. أحمد، يعني بهذا الوضع المأساوي لابد وأننا نتساءل يعني عن دور المؤسسات اللي موجودة في إدلب. ماذا أعني بمؤسسات؟ نأخذ مثال على سبيل المثال بالرقة، هناك مجلس محلي بدأ يعمل في مدينة منبج. كل المؤسسات بالكامل بما فيها المحكمة والشرطة المدنية تعمل خارج يعني المجلس المحلي يشرف على إدارة مدينة منبج. بمدينة الباب أيضا وهي منطقة كبيرة الشعب يدير نفسه بنفسه. السؤال في إدلب، لماذا لا يوجد أو هل وجدت أو فشلت عملية لجان محلية كما في المدن الأخرى لإدارة البلد من جهة كونها شبه محررة تقريبا نستطيع أن نقول إدلب، والأهم من هذا وذاك من أجل التنسيق، من أجل تأمين المواد الأساسية من خبز وحبوب ومحروقات وشيء من هذا القبيل. فمن يدير إدلب اليوم وكيف تدار؟ نعم، كانت إدلب طبعا سباقة إلى تشكيل لجان محلية ولجان مصغرة كعبارة عن مجالس محلية مصغرة. وأضرب لك مثالا قرى جبل الزاوي والتي يبلغ عدد أعدادها ما يقارب 40 قرية بين قرية وبلدة. قامت هذه القرى بتنظيم أنفسها عبر مجالس محلية ومجالس محلية مصغرة في كل قرية. وهذه القرى جميعا قامت بانتخاب لجنة مالي، لجنة إغاثي، لجنة حقوقي، لجنة مالي. هذه اللجنة المالية هي مسؤولة عن استلام ما يأتي من مساعدات إنسانية ومساعدات مالية إلى قرى جبل الزاوية سواء للشهداء أو جرحى أو معتقلين أو ما شابه ذلك، ومهمة التواصل مع المنظمات الإنسانية والحقوقية والإغاثية في الخارج. أيضا تشكلت لجان إغاثية، وهذه اللجان الإغاثية مؤلفة من جمعيات خيرية كجمعية البر في جبل الزاوية، كهيئة الشام الإسلامية، كهيئة الإحسان، وغيرها من الجمعيات الخيرية التي قامت في الثورة وفي ظل الثورة لنجدة المنكوبين ومن أسر الشهداء والمتضررين والمعتقلين، وتأمين أبسط المتطلبات الأساسية من حليب الأطفال والمواد الغذائية والطبية. وهذه اللجان وهذه الجمعيات الخيرية اندمجت ضمن لجان إغاثية ولا سيما في قرى جبل الزاوية، وانتخبت أعضاء وممثلين لها. تقوم هذه اللجنة بالتواصل مع الخارج والذهاب إلى الحدود السورية التركية والتواصل مع الداعمين وتأمين بعض المواد الأساسية كما ذكرنا سابقا من تأمين مادة الطحين، تأمين مواد الإغاثية والمواد الضرورية والأساسية. أيضا هناك لجان طبية تشكلت في جبل الزاوية من دكاترة وصيادلة، وهذه اللجان تقوم الآن على العمل على أرض الواقع، وقد نظمت أنفسها وقسمت أنفسها إلى مشافي ميدانية ومستوصفات، وتقوم بعلاج المرضى ممن تستطيع إسعافهم ضمن الإمكانيات المتاحة، ويقومون بجلب بعض الأدوية وبعض المستلزمات الطبية من دول الجوار والخارج. نعم، المجالس المحلية هي من تدير الأمور طبعا بالمساعدة مع المجالس العسكرية ومع
العسكريين والجيش الحر المتواجد على الأرض. أيضا هناك محاكم شرعية كما ذكرت أنت تقوم بإدارة شؤون البلاد. هناك محكمة شرعية في جبل الزاوية، محكمة شرعية عليا طبعا تعود وترجع إليها جميع المحاكم، وقد أثبتت هذه الجمعية جدارتها وأثبتت استقلاليتها ومصداقيتها، وقد حظيت هذه الجمعية بإلمام شعبي كبير، وحظيت أيضا بقبول وتقبل من جميع المجالس العسكرية والكتائب والألوية. ولهذه الجمعيات أيضا ولهذه المحاكم الشرعية لجنة أمنية تقوم بأعمال الاعتقال والدهم وملاحقة المطلوبين ممن قاموا بأعمال السرقة والاعتداء وأخذ حقوق المساكين في ظل هذه الأوضاع وظل هذه الأحوال في هذا بعد الخراب والدمار وبعد الانفكاك والتفكك في المجتمع الذي أحدثته كتائب الأسد قبل خروجها من جبل الزاوية من قرى محافظة إدلب. أيضا في قرى سهل الروج في كفرنبيل أيضا هناك مجالس محلية ومجالس إغاثية ومجالس ولجان تقوم بإدارة شؤون القرية وتأمين المواد الأساسية. ولكن إذا كانت مثلا مد الغاز مقطوعة من قبل الدولة ولا نستطيع استيراد مد الغاز مثلا من الحكومة التركية أو من الدولة التركية، فلا يستطيعون تأمينها. يستطيعون تأمين بعض مادة الطحين، بعض المواد الغذائية من الرز وعدس وغيرها، وبعض المتطلبات الأساسية. استطاعوا تأمين بعض الأغطية وما شابه ذلك للنازحين إلى قرى والبلدات والذين بلغ عددهم بعشرات بل مئات الآلاف. معرة النعمان نزح منها أكثر من 150 ألف نازح، وهم الآن يتواجدون في قرى جبل الزاوية. وفي كل يوم وفي كل قصف على قرى جبل الزاوية والمناطق المحيطة نسمع أن هناك شهداء أو جرحى من أهالي معرة النعمان النازحون. أيضا قرية الرامي والتي نزحت عن بكرة أبيها حتى الآن، قرية الرامي محتلة من قبل كتائب الجيش الأسدي. أيضا قرى الريف الشرقي والجنوبي لمعرة النعمان والتي تشهد بشكل يومي قصف وعنيف الراجمات الصواريخ. نحن نرى الآن بأم أعيننا نرى الصواريخ وكيف تخرج من حواجز صهيان ومن حواجز الحامدي وحواجز وادي الضيف، تارة باتجاه قرى الريف الشرقي وتارة باتجاه قرى الريف الجنوبي وتارة باتجاه بلدة البارة، تارة باتجاه قرى جبل الزاوية. الآن قبل قليل كما ذكرت قصفت قرية شنان ب 14 صاروخ على دفعتين، كل 7 أو 8 صواريخ تنزل دفعة واحدة وبشكل عشوائي في القرية، تؤدي إلى دمار كبير، تؤدي إلى جرحى، بالإضافة إلى حالة الرعب والهلع بين الناس. صواريخ جراد تضرب على الأهالي. لم نلحظ حتى الآن في أي شعب في أي منطقة أن نقصف الشعب بصواريخ بطول مترين. أحمد، في الواقع يعني هذا الجانب نحن بحاجة لإظهاره للعالم، جانب أقصد اللي تفضلت حضرتك وذكرته قبل قليل أن إدلب فيها المؤسسات موجودة وبالتالي لا يوجد غياب ولا يوجد هذه الفوضى. الشعب لن يذبح بعضه، لن نغرق في الدماء كما يحاول أن يشيع للعالم الخارجي الأسد وعصاباته. والمؤسسات الأهلية سواء اللجان المحلية أو المجالس المحلية وحتى المحاكم موجودة، وبالتالي الأمور مستتبة. كل ما في الأمر أنه لقمة العيش مقطوعة لأن الأسد لا يسمح باستيرادها. هذا ما سنحاول أن نؤكد عليه في كل مكان، بأنه السوريين بالفعل قادرون السوريون على إدارة أنفسهم بأنفسهم. أحمد نور، أشكرك جزيل الشكر، كنت معي من إدلب. أحمد نور من شبكة